كابتن، ممكن نشوفك العام القادم تلعب مع أحد المنتخبات؟ والله ما أعرف، أنا نفسي ما أعرف، ما يعني منتخب سوريا مو راضي يستدعيني. إذا جاني عرض من منتخب ثاني يعني أتشرف بأي دولة تعطيني الثقة إني أمثلها. كابتن، في الرياض أنت تروح تزور مين؟ والله في ناس كثير بالرياض، يعني ما راح أقول لك سوريين، راح أقول لك ديريين من محافظتي، من دير الزور، يعني من كثرهم ما أعرفهم. في مناطق كلها ديريين، يعني في القرايب، يعني في بنت خالتي هنا عايشة ومتجنسة حتى من زمان 50 سنة 30 سنة تقريبا. في خالتي يعني حتى زوجها سعودي. في ابن خالتي دكتور اسنان هون. في اصحاب كثير، يعني في ناس انا تفاجأت فيهم انهم موجودين بالسعودية، من زمان ما شايفهم، ولد حارتي ومن نفس المنطقة تفاجأت فيهم انهم موجودين هنا. خالد الشنيف الرجال يلمح. يا أخي فرصة إذا عندك هذه القيمة وهذه العقلية، فرصة للتجنيس. ترى مو عيب، جميع دول العالم تتجنس، وخاصة هذه العقلية كأداء فني كسلوك يعطيك واجهة مختلفة. مو عيب ترى انك تجنس. إذا عندك نقص، عمر السومة جاهز يا أخي، روح. طيب عمر السومة مع شخص، مع الوكيل أو حدا ثاني، وفي قنوات كثيرة يعني طلبت مني إني أطلع وأكمل هذا، قلت لهم مو وقته. فجت الفرصة أنت اللي سألتني وكلمت عشان أوضح للجمهور، خاصة جماهير سوريا، يعني إنه أنا طلبت إني ألعب مع منتخب سوريا مرتين وثلاثة، قدمت اعتذار وهم رفضوني. يعني إيش أعمل؟ هذا رزق، يعني رزق أهلي مستقبلي. تعليق سريع خالد الشنيف. الرجل جاهز ويقول لك حياك، لا تاخذ خطر. كابتن طارق؟ حرام نفرط فيه، حرام نفرط فيه. مع عندنا أساسا مشكلة في الهجوم في المنتخبات. فاصل أخير.